هحكي عن ملخص النهاردة: السماح بالرحيل. السماح بالرحيل من أقوى الكتب وأعنفها، سواء معلومات أو سواء تقيلة جدا. بس يمكن الكتاب ده بيكون مرحلة فارقة في حياتك، زي مرحلة turning point. انت بتكون قبل الكتاب شخص، وبعد الكتاب بتبقى شخص تاني خالص. الكتاب بيناقش ازاي نسمح للرحيل بالمشاعر المخزنة جوانا. يعني في فصلين من الكتاب. أول الكتاب تحديدا بيحكي عن أن الناس بتحاول توصل لأعلى نسبة من السعادة المطلقة، فبيدوروا على السعادة. في ناس بتدور عليها في الغنى، في الرسم، في ان هما بيتعلموا رقص. في ناس بتدور في السفر، في ان هي تنجز، بتكون روح شافية للي حواليها. في ناس بتحاول ان هي تسعى للسعادة من خلال ان هي تعمل أسرة، من خلال ان هي تتجوز، بحث عن السعادة بشكل كبير قوي. بس في ناس كل الوسائل الترفيهية دي حواليها، بس مازالوا حاسين بالحزن، بالقلق، بالضغط النفسي، وأوقات كتيرة بيخشوا في مرحلة من مراحل الاكتئاب. وفي فصلين من الكتاب هو بيشرح فيهم ان الناس عندها وسائل ترفيه كتير، بس المشاعر مخزنة جوه. وبيقول ان المشاعر المخزنة بتاخد 3 أنواع. بتكون مشاعر عبيئة، بتحصل ان هي بتكون بتريجرز بحاجات قديمة وسيتويشنز قديمة، وتبدأ تملى 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 الخزان لحد ما بتكون مشاعر سلبية كبيرة جدا، بتأثر عليك نفسيا وجسديا بأمراض. والكتاب بيوضح للأسف الشديد انه مهما كانت وسائل الترفيه حوالينا كتير جدا، ان انت تروح ناحية السعادة في العالم الخارجي طول ما العالم الداخلي بتاعك مليء بالشوائب أو المشاعر السلبية والخزان مليان على أهره، فمهما كانت قدامك وسائل كتير عمرك ما هتعرف تنبسط ولا تعيش حياة كويسة، لأن المشاعر جواك عدت الحد الطبيعي. وللأسف 99% من البشر بيطلعوها ب3 أنواع وبشكل غلط. أول الأنواع هو الكبت أو القمع. الكبت إنك عمال بتكتب مشاعرك جوه، فبالتالي لما كتمتها انت معبرتش عنها، فبالتالي بقت جزء منك ومتصلة بيك. والناحية التانية القمع انه انا بكبتها بس بشكل واعي، انا عارف ان انا بعمل كده في نفسي. لكن الكبت احنا بنكبتها او بنضغط عليها بشكل غير واعي. اما الحاجة التانية فهي انه بتلجأ انك تتكلم مع شخص عن مشاعرك، يعني بتقول للشخص عن الموقف اللي حصل معاك. وده مش معناه انك تخلصت منها لانك ما عشتهاش فما سمحتلهاش بالرحيل، بالعكس انت بقيت متصل بيها، فبتغذيها، فبتشحنها جواك اكتر لانك بتتكلم عنها. وكمان بتأذي الشخص اللي قدامك لانك بتتكلم معاه عن مشاعرك السلبية، فبالتالي هي راحت له. اما الحاجة الثالثة فهي الهروب. انك بتهرب بخروجة، بانك تنام، بانك تمسك مسلسل او حاجة سوشيال ميديا عشان تنسى الاحساس اللي انت حاسه، انك تخرج او تقعد على القهوة او تلعب كوتشينة او تلعب اي جيم، انك تحاول انك تهرب منها وما تتكلمش عنها خالص. فده في حد ذاته بقت موجودة جوه ارشيف العقل، فبدأ الجزء لا يتجزأ منه، وانت فاكر انك كده اتعاملت معاها صح، لكن انت اتعاملت معاها بسوء جدا. فبالتالي هي بقت جزء منك، وعمال المشاعر السلبية تضغط عليك وتتحكم فيك أكتر وأكتر. الكتاب بيشرح بدقة شديدة جدا إنك لو عرفت المشكلة فين فأنت عرفت 50% من الحل بتاعها. وظيفة الكتاب إنه هو بيعرفك على مشاعرك، وبيعرفك إزاي تتعامل معاها، بيعرفك إزاي تغوص جوه نفسك وتفهم يعني إيه سماح بالرحيل من مشاعر معينة أنت عشتها، من فقدان أو خذلان أو خيانة أو أي شيء، وإنه ده جزء لا يتجزأ من إن أنت تفتكر إنك بتفصل عنها. لا بالعكس، أنت بتعيشها وبتعيشها قوي كمان، فبقت جزء لا يتجزأ منك. لو قريت الكتاب وإنت بجد عايز تقراه علشان أنت محتاج تستفيد، صدقني هيفرق معاك كتير. لو انت هتقراه بمجرد انك هتاخد معلومة بدون ما تطبقها، اللي هي مجرد معرفة، فاعرف ان الكتاب لا هينول اعجابك ولا هينول اي شيء، لان الكتاب تقيل جدا. فمحتاج ان انت تقعد في مكان هادي وتقرر انك تشرب قهوتك او تشرب الشاي بلبن بتاعك وتقعد تركز في تفاصيله. اوعدك انك بعد الكتاب ده
هتطلع منه بشخص مختلف تماما، وهي أكنها turning point في حياتك، وهتكون turning point بجد بجد ممتعة جدا.